تعالوا نعمل اكله سهله ولذيذه. هنجيب ميه بصل ونحط عليها علبه زبادي، معلقتين من الصويا صوص، وكمان معلقه من المستردة، نص معلقه بقى من كل البهارات اللي هقول لكم عليها، فلفل اسود وبابريكا وكمان كزبره ناشفه، بهارات فراخ وبصل بودر وتوم بودر وجنزبيل. ضفنا عليهم بقى معلقه كبيره كده مليانه من بهارات الشيش طاووق، ومعلقه كمان كبيره من الملح، ومعلقه كبيره من العسل الابيض. قلبتهم مع بعض كويس جدا، وهشيل منهم بقى دلوقتي كده 3 معالق على جنب. عندي بقى صدور ووراك، عاملينهم كده ميكس مع بعض. انتوا ممكن تشتغلوا بالصدور بس او بالوراك بس. نزلت كده بالفراخ بتاعتي وقلبتها كويس، وغطيت الطبق وشلته بقى مش اقل من 4 ساعات في التلاجة. بعد كده جبت طاسه حطيتها على النار وحطيت فيها زيت، الزيت سخن جدا. نزلت كده بقطع الفراخ واديتها صدمه بالشكل ده، هتاخد اللون البني الجميل ده. هنطلعها بقى ونعمل كده كلها بنفس الطريقه. جبت بقى خضار عباره عن فلفل الوان وكمان بصل وبطاطس مقطعينها كده مكعبات ومحمرينها. نزلت عليهم بالتتبيله، ونزلت كمان برشه حلوه من الملح، نص كوبايه من الميه المغليه. جبت الطاجن بتاعي، والطاجن لازم يكون ساخن جدا. هنزل بالخضار جوه الطاجن، وبعدين هنزل كده بالفراخ. هدخل الطاجن الحلو بتاعي ده على درجه حراره 200 في الاول كده ربع ساعه. بعد الربع ساعه هطلعه بقى، اغطيه كده بورقه من الفويل، وهدخله تاني الفرن يكمل سواه. هيقعد حوالي ساعه الا ربع. هيطلع بقى بالجمال ده، دايب ومستوي، ومش قادره اقول لكم بقى كان طعمه حلو قد ايه. اكله سهله ولذيذه، وطعمها كمان في منتهى الجمال. جربوه، ما تنسوش بقى اللايك والشير للفيديو.